أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أنه تم لحد الآن إعادة ربط بعض المناطق في شمال وجنوب البلاد بالتيار الكهربائي بشكل جزئي بفضل مساعدة قدمتها كل من المغرب وفرنسا. وتقدم سانشيز بهذه المناسبة بالشكر الجزيل للمملكة المغربية على هذا الموقف التضامني والدعم الذي جاء في الوقت المناسب. وقال سانشيز أن الأسباب الحقيقية لهذا العطل الذي شهدته مختلف مناطق إسبانيا لم تعرف لحد الآن. إسبانيا تتوفر على خطة كاملة لإعادة التوريد في مواجهة سيناريو تجدد انقطاع التيار الكهربائي. في الوقت الحالي عادت الإمدادات بالكهرباء إلى عدة مناطق بشمال وجنوب شبه الجزيرة الإيبيرية. بفضل الربط الكهربائي مع فرنسا والمغرب لا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني لهذين البلدين لما أبدياه من تضامن خلال هذه الفترة. لقد عادت جميع محطات الطاقة ومحطات الطاقة الكهرومائية إلى الاشتغال، الأمر الذي يبشر بعودة الإمدادات في جميع أنحاء إسبانيا.